حلقة النهاردة حلقة مميزة جدا، ومعانا ضيف مختلف حكاياته مغرقة السوشيال ميديا وعامل قلق جامد جدا. يا ترى هو مين؟ مساء الخير علينا وعليكم، مساء الخير يا احلى بايكرز في الدنيا. اهلا بيكم في بايك توكس باي كونتاكت. حلقه النهارده حلقه خطيره جدا، ومعانا ضيف ما تزهقش من حكاياته. ازيك يا راجل؟ ازيك يا كابتن هيثم؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله. جايب الموتوسيكل ولا جايب العربيه؟ طبعا جايب الموتوسيكل. احكي لنا بقى حكايتك مع الموتوسيكلات، ابتدت ازاي؟ يا ده سؤال صعب قوي، بس هي جت كده. لما بتحب حاجه بتحبها خلاص، مفيش بقى اوبشن ان انت ما تحبهاش او تفكر تعملها او ما تفكرش. هي جت كده بصراحه. احكي لنا قصتك من البايكس، ابتدت امتى وابتدت ازاي؟ دي قصه حلوه قوي. انا من ساعه ما اتولدت وانا بحب الموتوسيكلات، بس ما كانش في اي حد في العيله عندنا بيركب موتوسيكلات. دايما تلاقي العيله بتشجع بقى الجينيريشن الجديد. وطلبت طبعا من بابايا ومامتي ان انا اجيب موتوسيكل في الاول، وهم طبعا طفله بقى فيعني اوكي. وكنت كل ما اشوف حد راكب موتوسيكل رقبتي تتلوح، اروح على طول. لحد ما قررت ان انا بقى مش هسالهم يجيبوا لي، لا انا هشتغل واحوش واجيب انا الموتوسيكل. وفعلا ده اللي انا عملته، وجبت موتوسيكل. ما كنتش بعرف اسوق، اتعلمت من على اليوتيوب. بس انا بشوفك بتركبي كذا موتوسيكل، انواع كتيره، كروزر وريس ايه اكتر نوع مفضل بالنسبه لك؟ هو اكتر نوع مفضل بالنسبه لي بصراحه الكروزر، لان هو سهل وفي نفس الوقت اول حاجه بدات بيها. بس انا بحب كل الموتوسيكلات بصراحه يعني. في بنات كتير اتشجعت من ركوبك للموتوسيكلات؟ بصراحه في بنات كتير قوي اتشجعت لما شافتني على السوشيال ميديا واتجرأت انها تجرب الموضوع، وانا علمت بنات كتير قوي. بلس بقى ان الموضوع ما بقاش ان هو حد بيحب حاجه فعايز يجربها، لا بقت وسيله مواصلات ليهم، لان تكلفتها اقل بمناسبه بسعر العربيات اللي زاد قوي. بالاضافه ان في بنات استخدمتها كحاجه كوميرشال انها تشتغل بيها او تستخدمها في البيزنس بتاعتها. بالظبط. في موضوع كده بالنسبه لك شائك جدا وانا ياما حذرتك منه. انا عارفاه كويس. موضوع الخوذه. احكي لنا قصتك مع الخوذه بقى ايه؟ طبعا انا لما كنت في البدايه بتاعتي ما كنتش بلبس سيفتي خالص بصراحه، لحد ما جيت بقى اتلسعت. ايه اللي حصل؟ يعني عملت حادثه كبيره، بس وقتها سبحان الله يعني ستر ربنا ان انا كنت لابسه الخوذه كده يعني بالحظ، عشان كنا في تصوير وكان لازم البس الهلمت. ودي اهميه الخوذه طبعا، لان ده جزء اساسي من الحاجات بتاعت السيفتي اللي موجوده بالنسبه للبايك. دي حقيقه، دي هي مهمه جدا جدا جدا. انا بعد ما عملت الحادثه قمت لقيت انا لابسه الخوذه بس في طوبه بقى جوه الخوذه، فقلت الحمد لله انا كنت لابسه الهلمت. ومن ساعتها ما لو رايحه السوبر ماركت لازم البس الهلمت. هو ده الصح الان. وطلع ان الموضوع احلى، انت وانت سايق بالهلمت امن. غير امن كمان، تعرف تشوف التراب ما بيخشش في عينيك، الهواء، الحاجات دي كلها، وشعرك ما بيبصش. دي حقيقه. ايه حكايه روت 66 بقى؟ ده one of my dream بصراحه. يعني انا بشوف الطريق دوت في الافلام وفي المسلسلات القديمه ومن ايام الستينات بقى، واللي انا اعرفه عنه ان هو اطول تقريبا طريق يمكن في العالم، من كاليفورنيا لشيكاغو او العكس. وهو مشهور اصلا بالاوتوموتيف والكلاسيك كار والموتوسيكلات. انت عارفه ان انا طلعت ولا لا؟ ايه ده بجد؟ 2015 طلعت، واحنا كنا 6 من مصر طالعين. طلعنا روت 66، قعدنا حوالي يا روت حوالي 3400 مايل، خدناها في حوالي 10 ايام. كل معاك. اجمل روت ممكن تمشي لازم فيها نكررها في حته اسمها ماونت راشمور. هناك ماونت راشمور دي عباره عن طريق ما بين الجبال، بس هم عاملين مقسمين الطريق الى 3 كاتيجوريز، للناس اللي بيجنر والناس الانترميديت والناس البروفيشنال. لا لازم نكرر الموضوع ده ونطلع بقى كلنا ان شاء الله. قولي لي بقى، مين يقين؟ ايه دي روح الروح. هي بنت اختي بالدم وبنتي انا بالروح. هي بتحب الموتوسيكلات جدا، بتعشق الموتوسيكلات. هي عندها 1.5 سنة، ربنا يحفظها يا رب. ما شاء الله. اي موتوسيكل تشوفه عايزه تركبه،
وتقعد في البيت اي حاجه بتشوفها قدامها تركبها وتعمل عنه وتعمل حاجات كده. هي مجرمه صغيره. هتخليها تركب موتوسيكلات لما تكبر؟ ولا صراحة هتخافي عليها هخاف شويه وتجيبي لها سكوتر كهرباء ممكن أو جولف كار؟ الكتريك او جولف كار، يعني هتبقى الطف شويه. التكنولوجيا خلاص احنا قلنا الموضوع بيتطور، يعني في حاجات مور سيفتي عن الموتوسيكلات اللي احنا بنركبها. وبمناسبه الجولف كار والالكتريك سكوترز، كونتاكت بتقسط لك كل ما هو الكتريك عشان الناس اللي بتحب تحافظ على البيئه، وده جزء اساسي من التمويل الاخضر اللي بيقدموه. طبعا موضوع السكوترز الكهرباء والجولف كارز حل علينا مشاكل كتيره جدا، لان طبعا طول عمري كان نفسي عيالي يعيشوا نفس الاكسبيرينس ونفس الاكتيفيتيز اللي احنا كنا بنعملها واحنا صغيرين، بس بطريقه امن طبعا مع كونتاكت. تفتكري الموضوع ده هيحل حاجات كتيره من هنا؟ انا شايفه بصراحه موضوع التقسيط اصلا هيوفر على ناس كتير حاجات حلوه، يعني خصوصا ان هم منتشرين في جميع المحافظات والفندرز بتوعهم منتشرين في كل حته. انا اتشرفت بيكي بجد النهارده وانبسطت جدا معاكي في الحلقه، واكيد في بنات كتيره استفادت من حلقتنا. وانا كمان اتبسطت قوي ان انا كنت موجوده هنا النهارده، ويا رب يكون كل البنات استفادت. لو عندك اي اسئله تاني عن تقسيط او تامين كونتاكت، كلمهم على 16177 او زور اقرب فرع ليك، ولو مكسل ابعت لهم دلوقتي على الواتساب شات بوت واطلب التمويل. شكرا ليكم واستنونا مع بايك توكس باي كونتاكت.